وهلا شو لازم نعمل سيادة المقدم؟ ننتظر لحتى يتصلوا مرة ثانية. بس إلهم من امبارح ما اتصلوا. يا أستاذ زياد هدول عم يلعبوا بأعصابك. أنا خايفة يكون صار لهم شيء. أنا متأكد إنه خير. الو الو، مرحبا، انا وائل. دكتور وائل؟ اهلين اخي. منين عم تحكي؟ المطار؟ لإمتى اجي؟ طيب انا جاي لعندك. ايه راح احكي لك كل شيء. عم بنتظرك بالكافيتيريا. طيب مع السلامة. تسمح لي رافقك على المطار؟ اهلا وسهلا. تفضل. ياكل اكلات كلياتهم يا رب، ياكل نص ونص البندورات، ياكل نص الجبنات ونص الخبزات الخليل، نص الباقي يا رب، لانه جوعان كثير يا رب، وانا اجوع منه. فك الولد، فكه مشان يروح لك، مشان ياكل. كيف بده ياكل بايديه مربطين؟ انا باكل عنه. انت اسكت، انت اكيد جوعان وعطشان. زعيمنا ساجور بعت لك اكل. لك كيف تذكر اسم الزعيم قدام الولد؟ انا اسف كثير. يلا كل بسرعه، الزعيم بده يشوفك. ان شاء الله الحمد لله على السلامة دكتور. اهلين. كيفك؟ اهلين زياد. الله يخليك يا رب. اهلين. قدم لك المقدم حيدر، عم يحقق بسرعة. أهلا وسهلا فيك يا دكتور ببلدك. أنا سمعان عنك كثير. شكرا. تفضل. العصابة خطفت عمار يا وائل. معقول؟ من امتى؟ من يومين. وشو بدهم منه؟ على ما يبدو بدهن القلم الذكي. ليش ما سرقوا مع الرجل الآلي؟ لا. شلون؟ هلا على الطريق بحكي لك كل شيء. وهذا اللي صار يا أخي. طمن يا دكتور، نحن متابعين الموضوع بشكل كويس. أنا رح أتصل فيك حتما. أكيد لازم تتصل إذا صار أي شيء. إن شاء الله من اليوم لبكرة بركي بلاقي حل أقدر أساعدكم فيه. إن شاء الله. شوف يا ولد، أنا بكره الأولاد اللي عنيدين مثلك، فهمت؟ انا امي قالت لي انه انت كنت مصغرك عنيد. جاموس، أنا راسي عم يجعني. تطلع لبرا أو بتسد بوزك وتقعد، ها؟ لا بست بوزي وبقعد. شوف يا ولد، أنا هلأ رح بتصل بأهلك ورح تقول الكلمتين اللي بقولهم أنا. بابا، أنا ابنك عمار، بترجاك تنقذني، وبتبكي، فهمت؟ ايه فهمت. يلا عيد لشوف. بابا انا ابنك عمار، انا بخير.
اسمع شوف، عيد وراي واهم شيء بتبكي، بتقول بابا انا ابنك عمار ارجوك تنقذني. يلا عيد لشوف. بابا انا ابنك عمار بترجاك تنقذني. لك ليش ما بكيت؟ ما قال لك ابكي ابكي وخلصنا، كسرت لي ايدي. ليش بدي ابكي؟ حتى ابوك يرق قلبه عليك. عيد انا وابكي. انا كم مره قلت لك ست بوزك احسن ما طلعك لبرا. خلص مسكت امي التوبه. ها ما علينا. زعزوع، انا هلا رايح اتصل بابونا الولد، وبعد ربع ساعه بتتصلوا فيه وبتسمعوه صوت ابنه، بس المكالمه ما تطول اكثر من 15 ثانيه. مفهوم؟ زياد هدي بالك. الو مين؟ شو سيد زياد؟ باين ذاكرتك ضعيفة. هلا عرفت، بس بدي اسمع صوت ابني عمار بالاول حتى اتاكد. طيب سكر الخط ورح تسمع صوت ابنك بعد دقيقة. طيب ما سمعك صوت عمار؟ قال لي سكر وبعد شوي بسمعك اياه. ربع ساعة يا شباب، باقي 10 ثواني. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. الو، احكي مع ابوك. الو بابا انا ابنك عمار بترجاك تنقذني. ما بعرف. شو صار؟ عمار عم يقول لي بابا تساعدني، قطع الخط. شو سيد زياد؟ سمعت صوت ابنك؟ طمنت؟ صدقني ابنك عنا ضيف معزز ومكرم. هلا شو بدك مني؟ لسه بتسألني؟ القلم الذكي يا فهيم. طيب امتى لازم سلمكم اياه؟ يا عيني عليك، شو فهمان. اسمع، اولا بنصحك اياك ثم اياك تبلغ الشرطه. ثانيا حياه ابنك بكفه وخداعنا بالكفه الثانيه. ثالثا المخابره طولت واكيد خطك مرتب. باي. قطع الخط اللعين. شو هي خطتك يا دكتور؟ رح نسلمهم القلم الذكي. بس هيك بيكون الاختراع كله صار بإيد العصابة. القلم رح يكون هو الوسيلة اللي رح تدلنا على أفراد العصابة. شلون؟ رح نركب مع البطارية مرسل إشارات إلكترونية بيرسل موجات صوتية بنستقبلها عن طريق الراديو اللي بالسيارة. فكرة عظيمة. وهيك بنقدر نلاحق أفراد العصابة ونتعرف على مكانهم. خطة ممتازة يا دكتور. سيادة المقدم، العلم سلاح فعال أيضا ضد الشر. عفوا اخي، انا بدي اسال ليش افراد العصابه مصرين على القلم الذكي؟ يظهر عمار لما استعمل الرجل الآلي آخر مرة كان مبرمجه على القلم الذكي. وهي اليوم درنا البلد كلها وما لقينا شيء. انت متأكد من نوع السيارة ولونها يا مروان؟ متأكد مثل ما أنا شايفك. طيب وين اختفيت؟ ايش يا خالد؟ شو يا خالد؟ صار معك شيء؟ ما صار معي شيء. السيارة اللي وصف لي اياها مروان ما مرقت. وين رايح يا خالد؟ رايح على الكازية هلا دوامي، إذا صار معي شيء بخبركم.
استاذ زياد، اذا حدا اتصل من العصابه بس اشر لي. الو نعم. الو، انت مستعد لتنفيذ الاوامر؟ انا جاهز، بس بالاول بدي اسمع صوت ابني. حاجتك لف ودوران، واسمعني منيح اذا بدك ابنك يرجع لك ساق سليم. انا سمعان. اولا بتحط القلم الذكي بشنطه صغيره، وبعدين بتحط الشنطه الصغيره سله قش. سمعان؟ سله قش. وبتحمل السله بنتك ديما لحالك، وبتحط السله بكره الساعه 8 الصبح بدمر بالجزيره السابعه قدام عمود كهرباء. مفهوم؟ وهلا شو الحل؟ لازم نستعد وننفذ خطة الدكتور وائل. أنا جمعتكم لأشرح لكم كيف بدكم تسرقوا القلم الذكي. نحن متفقين معهم إنه السلة بهذا التقاطع، والمفروض إنه سيارة الشرطة واقفة هون وسيارتنا هون. نحن بنستنى لحتى تيجي أي آلية قادمة من هون، سواء سيارة سوزوكي ما مشكلة، بنمشي معهم سوا. بهذا التقاطع بيكون حدا منكم سرق السلة، بنكمل سيرنا هيك بين ما تلف سيارة الشرطة تيجي هيك، بكون انتم معكم وقت طويل بتكونوا هربتوا. مفهوم؟ خطة رائعة يا زعيم، بس بركي كانت سيارة الشرطة هون. رح اشرح لك يا فهيم زمانك. لنفترض مثل ما قال جاموس انه سيارة الشرطة موجودة هون، والسلة مثل ما اتفقنا موجودة هون، وسيارتنا يفترض انه هون. بهالحالة هي نحن بننتظر اي آلية قادمة من هون وبنمشي معها، صحيح؟ اثناء التقاطع هاد بكون حدا منكم خطف السلة، بنكمل طريقنا بين ما تلف سيارة الشرطة هاي بكون نحن صار عندنا وقت وهرب. مفهوم؟ مفهوم زعيم. تصبحوا على خير. وانت بخير يا زعيم. لنفترض أن سيارة الشرطة هنا، والسيارة الخيل هنا، والسلة هنا، وذات السيارة وترعى التقاطع هنا. يجب أن تفعل هذا.
الو يا رقيب محمود، انا المقدم حيدر. جيب السياره والحالة بسرعه، نحن غادرنا المشروع باتجاه قدسيه. قول للشباب يكونوا بجاهزيه كامله لانه راح اطلبهم باي لحظه. سيادة المقدم خليك بنفس الاتجاه. حاضر. على اليمين سيادة المقدم. المسافة رح بتصير 5 كيلومتر. أسرع شوي لو سمحت. هلا كل هالعذاب مشان الألا كان بيقدر الزعيم ساجون يشتري من أي مكتبة ويريحنا. لك شو هالفهم هاد؟ طب القلم ضبه. حاضر. لا تاخذ غير أوامر، قمتنا من جوعنا. الله لا يجمعك. سيادة المقدم، نحن عم نقابل سيارة اللصوص. المسافة بيننا وبينهم بحدود 5 كيلومترات. عم بيتجهوا ناحية الشمال. هلا عم بيبعدوا. أسرع لو سمحت. إلا قول لي إلا قول لي إلا قول لي إلا قول لي تتم تتم تم تتم تتم تم تتم تتم. يا سلام. تتم تتم تم تتم تم تم. شو هاد؟ هلا وقتها؟ شو صار؟ رح يخلص البنزين، كان لازم نعبيها امبارح. يعني ما بتكفينا نوصل على المزرعة؟ بجوز تكفي بس خايف طاردنا الشرطة وبجوز الخزان كله ما يكفي. إيه لك نبوشك على الكازية القريبة هي لنعبيها بنزين. يلا. شو؟ ما بيوصل. انزلوا ندفش. شرفوش. انقطع الإرسال سيادة المقدم. نكدي